كتبت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز بعنوان مسلسلها الجديد نحب تاني ليه للرد على شائعة ارتباطها عاطفيا بالفنان الشاب أحمد العوضي. وقامت ياسمين بنشر أول صورة جماعية لنجوم المسلسل المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان، وعلقت عليها قائلة: لازم نحب تاني. ياسمين عبد العزيز غابت عن حسابها بموقع انستغرام عقب الضجة التي صاحبت احتفالها بيوم ميلادها، وتردد خلالها وجود علاقة عاطفية تجمعها بالنجم الشاب أحمد العوضي. ومع أول عودة لها إلى انستغرام نشرت صورة تجمعها بالنجوم الشريف منير وكريم فهمي، وعلقت عليها قائلة: ونحب تاني ليه عشان لازم نحب تاني رمضان 2020. وتسبب الظهور المتكرر للفنان أحمد العوضي بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز في حفل عيد ميلادها برواج شائعة تؤكد وجود علاقة عاطفية بينهما نشأت بذرتها الأولى أثناء مشاركتهما في تصوير مسلسل لآخر نفس الذي عرض بموسم دراما رمضان 2019. وكالعادة تجاهلت ياسمين الشائعة، بينما رفض شقيقها وائل تأكيد وجود علاقة عاطفية أو نفي القصة كلها، لافتا إلى أن الأمر لا يخصه. ياسمين رقصت أثناء إطفاء الشموع بحفل عيد ميلادها الأربعين وبجوارها أحمد العوضي، كما ظهر ضمن أغلب صور الحفل ملاصقا لها عدد الصور الخاصة التي جمعت ياسمين بنجمة الفن بطريقة منفردة، وهو ما دفع البعض لتأكيد وجود علاقة غرامية خاصة. أن العوضي ظهر سابقا في مناسبات اجتماعية تخص ياسمين ليصبح الضيف الجديد الوحيد على مجموعة أصدقائها المقربين، وتضم رامز جلال وأحمد حلمي ومنى زكي وكريم عبد العزيز وأحمد السقا فقط. وائل عبد العزيز شقيق ياسمين علق على القصة كلها ببيان مختصر طلب فيه من وسائل الإعلام الامتناع عن طلب رأيه، وقال: حقيقة خبر ياسمين أو نفيه لا تعليق ولا أهتم، وكفاية اتصال من الإخوة الصحفيين وشكرا. يذكر أن ياسمين عبد العزيز لم تغلق الباب أمام احتمال زواجها مجددا بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأكدت في أول ظهور لها بعد إعلان الطلاق أنها لا ترفض الفكرة من حيث المبدأ. واعتادت ياسمين الحفاظ على حياتها الخاصة بعيدا عن الأضواء، وغالبا ما تتجاهل الشائعات إلا في حالة الطلاق أصدرت توضيحا رسميا دون تفاصيل، وقالت لاحقا أن علاقتها بوالد بناتها لا زالت جيدة.